وهو دائما في المقدمة في تاريخ يحكى وحاضر يكتب ومستقبل لا تقلق على الأهلي، لأن الأهلي هو صاحب 10 ألقاب في هذه البطولة ويملك أسماء ولاعبين مميزين في مواجهة للفريق المصري الأهلي أمام نادي ميلودي سان داونز الفريق الجنوب إفريقي متصدر هذه المجموعة برصيد 6 نقاط. الأهلي خسر مباراته الوحيدة اللي خاضها أمام الهلال كان ب0-1 في ملعب الجوهرة الزرقاء، وتأجل له لقاء القطن الكاميروني لمشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية طبعا التي أقيمت في المغرب. النجم أحمد عبد القادر كرة ركنية أولى النادي الأهلي. استمرت رحلة المواجهات ما بين الفريقين. كرة أمامية بيرسي تاو هو يعني لعب عدد مباريات أقل لكن متصدر الدوري وبفارق يعني مريح عن أقرب منافسيه محمد هاني، وتدخل قوي وإنذار لهاني. سلامات للاعب أمامنا هنا اللي تدخل معاه موديبا اللي بيلعب في الجانب الشمال. مكوينة خطأ من مكوينة، الهدف الأول على الفرصة فرصة ولكن ويليامز فرصة كبيرة جدا بتضيع من أحمد عبد القادر. أول فرصة هدية جت من اللاعب مكوينة اللي هو رقم 4. وتعال هنشوف أحمد عبد القادر النهارده اللي عمل يعني أداء رائع. 2021 وادي أمامنا هنا انطلاقة، وادي استلام محاولة المرور، عدى شوية جماهير الأهلي اللي بتساند أمامية راية وتسلل وسجل في اتحاد المنستير الكرة العالية. لكن قبل محمد عبد المنعم موكليزي خطر الكرة اللي فاتت دي منقولة ورايحة على طول هنا للاعب الخطير أمامنا هو اللاعب بيتر شالويلي. ظهر بشكل الحقيقة مميز جدا مع النادي الأهلي. أمامية طاول جنوب إفريقيا اتحرك محمد هاني بأدوار الهجومية لكن ما أذهب إلى سان داونز. أدي الكرة العالية خطيرة، خلي بالنا اللاعب ميلولا خطير قوي رقم 33 وفاول تاو ترجع له مرة ثانية ارتباك. يا ولد يا مروان عطية أمامنا عنده هدف في مرمى مرة ثانية. يا ولد ديانج عاملها حلوة. بيرسي تاو انفراد في بطولة دوري الأبطال. كرة على طول ركنية العالية رأسية فين متولي معلول وهاني طرفين الملعب. بيرسي تاو لكن الإسماعيلي بص الفرصة الخطيرة، بص استلام هنا الراجل، بص شلويلي بيولد الأخطاء. خطأ مكوينة وضيع عبد القادر. المرة دي أمامنا استلامها طبعا انضمامه من الاتحاد السكندري. مرة ثانية قفشة قاد شلويلي فوتت كرة زواني خطرة جدا الكرة. لكن يا ولد على التغطية الممتازة الحقيقة من جانب اللاعب أمامنا هو بص اللي غطى ده مروان عطية. كرة من أمام زواني لكن كانت عالية فوق العرض. مرة ثانية علي معلول بيرسي اللي أمامنا هنا من تشيلي عنده مباراة دولية وحيدة. وادي كرة من فين يا راجل على طول كرة وانطلاقة. ادي التغطية الدفاعية. أحمد عبد القادر عدى حلو في جدية أكتر في بعض المواقف من محمد عبد المنعم. الكرات العالية يلعب على طول الكرة ملعوبة حلوة قوي لكن ويليامز الشحات يلعب على طول الركنية على القائم الأهلي. علي معلول انطلاقة من جانب اللاعب ميلولا ويسجل ميلولا التمريرة إلى بيتر شلويلي عشان يسجل هدف أول. اتكرر الحقيقة الهدف. بيتر شلويلي في الدقيقة 34. بيتر شلويلي اللاعب النميمي كرة اتكررت كتير في اللقاء دون أن يتدارك الأهلي هذا. بيلاقوا بعض في مواقف صعبة جدا. ودي واحدة من ديانج بقى القوية اللي ممكن تغير كتير في أحداث ومجريات اللقاء. شوف الجمهور الدم بالروح. أفريقيا مش هتروح. ويليامز يطلع أكيد من الملعب. محمد هاني يلف كرة حلوة. التعادل يضيع جنب اليمين. محمد هاني الأدوار الهجومية يلعب كرة عرضية خطير موادو شالها وتبقى ركنية 5 للأهلي رأسية مرة ثانية. ولكن لأن هناك بعض النواقص وبعض الأخطاء. وادي أمامنا هنا معلول عايز يمرر بينية لكن كرة مقطوعة. المباراة المؤهلة أمام بطل سيشيل. الكرات العالية أمامنا لمسة بيرسي تاو قفشة ما قفلش وش رجله على الكرة. أمامنا هنا تبديل هنشوف أمامنا شايف جسمه مع قفش. الكرة دي كانت ممكن تبقى كرة هدف. دي فرص الشير في اللقاءات. ادي الكرة الرأسية بتاعت عبد المنعم ولكن حارس محاولات 10 مقابل 6 بين العارضة والقائمين 2 مقابل. ودي امامنا قصة الكرات اللي تكررت امامنا هو. بص الكرة دي اتعملت اكتر من لكن تطلع ركنية سادسة للأهلي رأسية. توقف عن المساندة والتشجيع. علي معلول يلف الكرة رأسية مروان لكن الكرات العالية تدخل المرة دي. ودي رحلة
العودة للأهلي. بيرسي تاو ركلة جزاء بيرسي تاو أمامنا هنا ركلة جزاء على نيفالا. لاعب نيفالا عمل ركلة جزاء ولم يتأخر في هذه اللقطة حكم ويليامز. هاني ويليامز ركلة جزاء للأهلي. هاني ويليامز ويضيع محمد هاني لعدم التخصص ويتصدى الحارس ويليامز لركلة الجزاء الضائعة من محمد هاني. مش ممكن الكرة دي. ايه السر بقى ان هاني اللي يسدد وليس علي معلول؟ الكلام عند مارسيل منذ قليل، ولكن ممكن امامنا هو ادي الانطلاقة مرة ثانية. استلام شناوي انقذ، ما عندوش وسط عبد القادر، يعني حبة فوق وحبة تحت خطيرة. الهدف الثاني بتضيع من سان داونز الخطير، راسية التعادل محمد عبد المنعم تأزمت امام المهاجمين واضاع محمد هاني، لكن عبد المنعم ما بيضيعش. محمد عبد المنعم المتخلف الكهرباء مكان قفشه، ودي خطوره كبيره على خطوره مع اللاعب ميلولا. استلام هنا ومحاوله مرور خطير دي من جانب علي معلول. يا ولد حلوه قوي لعبد القادر، يلف عبد القادر. محمد عبد المنعم في دقيقه 59 على القائم الاول لبطولات الاهلي. مره ثانيه بيرسي تاو، اخطاء من سان داونز. بيرسي تاو جديده من جانب الخطير امامنا. مورينا 1-1 ركنيه جديده للاهلي رقم 10. الشحات هيعدي يفكر يلعب العرضيه، طبع في الكوره. يا ولد الله هدف التقدم للاهلي. حسين الشحات يا ولد ثبت كل الناس حتى حارس المرمى ولمسه ركلتي ترجيح في مباراه السنغال للاهلي. هاني والشحات عدى حلو قوي علي معلول. ميلولا يبحث عن المساحه وسط الحصار. ميلولا في القائم وترجع مره ثانيه وهدف التعادل. مورينا لم يستفد الاهلي من التقدم ولم يستفد من تدارك الاخطاء، لان فريق سان داونز يسجل التعادل 2. هدف كان حلو قوي للشحات. خالد عبد الفتاح يدخل مكان عبد المنعم ويطلع يوم 3 مارس ان شاء الله امام فريق نادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الدكتور رمضان خيري في فيديو جديد. في دواء يا جماعة لزيادة الوزن مشهور جدا، إلا إن الدواء ده في ناس كتير بيستخدمه بطريقة غلط، وبدل ما هم هيستفيدوا منه ممكن يضرهم أضرار كتيرة جدا. هعرفكم عليه وعلى طريقة استخدامه الفعالة اللي فعلا هتفرق معاكم في زيادة الوزن. الدواء ده اسمه ترايكتين أقراص. طبعا ناس كتير عارفاه، بالذات الناس أو خصوصا الناس اللي بيدوروا على زيادة الوزن. الدواء ده يا جماعه الغريب ان هو اصلا مش دواء زياده وزن ولا حاجه، هو كان دواء حساسيه، او هو دواء حساسيه ولكن لقوا ان هو من اثاره الجانبيه ان هو بيزود الشهيه. علشان كده الدواء ده هو مشهور ان معظم ادويه الحساسيه بيتسبب النوم. فالدواء ده اول ما الواحد ياخده في البدايه بيحس ان هو طبعا دايما عايز ينام وعنده خمول، وعشان كده اول اسبوع لازم يتاخد قرص قبل النوم. بعد كده يبقى قرص مرتين في اليوم قبل الفطار والعشاء مثلا، او الغداء بنص ساعه. بالطريقه دي ان شاء الله هيجيب معاك مفعول جدا. وفي حاجه مهمه كمان لازم تاخد بالك منها، الدواء ده ما تستخدموش اكتر من شهر ونص شهرين علشان ما يعملكش او ما يعملكيش مشاكل، لان معظم اللي بيستخدموه بيبقوا بنات. في ناس ممنوع ان هم يستخدموا الدواء ده، اولهم الناس اللي عندهم زياده في نشاط الغده الدرقيه، الناس اللي عندها امساك مزمن، الناس اللي عندها ضغط عالي، والناس اللي عندهم تضخم ومشاكل في البروستاتا وعندهم مشاكل في التبول. اتمنى تكون الحلقه مفيده واتمنى تكونوا استفدتم. اشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.